ده تكوين نفسية تتعايش مع المجتمع الذي فيه أخطاء والذي لن يخلو مطلقا من الأخطاء. وإن كنت تريد مجتمعا خاليا من الأخطاء فأنت حالم. واعلمن أن عبد الله بن أبي كان يجلس في مجالس سيد الثقلين صلوات الله وسلامه عليه. أنت فاهم كلامي؟ شيء عجيب جدا. التاريخ روى لنا هذا، إن مين؟ عبد الله بن أبي كان يجلس مع مين؟ وكان سيدنا رسول الله يتقبله ويسمعه، وحاجة طبيعي جدا. في عناصر في الثقافة بتصنع الإنسان الذي يتقبل الواقع، الذي يعني مش بيتصالح معه إنما يتعايش معه، لأن المصالحة مع الفساد غلط، إنما المعايشة، لأن لا يمكن أن توجد الحياة إلا وفيها هؤلاء الذين خرجوا عن الأصل، زي الشيخ داود ما بيقول، إلا هؤلاء اللي الذين، وهكذا وهكذا. فده مهم جدا. ولذلك كتب حبر العلماء في كل قطرة حبر منه شيء يفيد. هذا يفيد علم، هذا يفيد شيء وراء العلم وسر العلم، هذا يفيد معنى أن تعيش مع الناس في سلام وأمان، أن تعيش مع الناس إيه؟ في لما تلاقي وهكذا وهكذا. وتذكر مين؟ عبد الله بن أبي وهو يجلس في مجلس سيدنا رسول الله، لأن وجود الزعانف ضرورة في ما فيش كده. هو الشيطان حيعيش من غير ما يكون له رجال، بس المطلوب ان رجاله مش ما يكونوش اكتر من رجال الله. انت فاهم كلامي؟ المطلوب ان ايه؟ ما نسيبوش يتسع حتى وهكذا. يلا